مرحبا بكم مشاهدينا قناة رحالة ولكن اليوم حنكون معاكم في شرح مفصل لإرادة الحصول على فيزا شنغن عن تجربة شخصية خطأت طبعا في 7 يوم. يكون عندنا عدد من التطبيقات نذكرها في آخر الفيديو، هي بتساعدك في كيف تعمل خطة وكيف تعرف إجراءات السفارة اللي أنت عايز تقدم لها أو المطلوبات. فبحكي عن تجربتي مع السفارة الإسبانية في الخرطوم. وفي فيديو تاني حنتكلم عن السفارات في الخليج يعني عامة. أولا السفارة الإسبانية في الخرطوم، أول خطوة حتعملها حتقوم تراسلهم بالإيميل إنك تاخد موعد. أثناء ما راسلتهم الإيميل بيجيك رد آلي فيه كل المطلوبات المذكورة بالتفصيل. أول مطلوبات اللي هو تملي الابليكيشن بتاع الفيزا، تلقى مرفق في الإيميل بيجيك 2 ابليكيشن بتاع فيزا قومية أو ابليكيشن فيزا شنغن. انت حتملي الابليكيشن بتاع الفيزا شنغن. ثاني مطلوبات حجز فندقي، حجز طيران غير مؤكدات، حتى في الإيميل بيعمل لكم إذا مطلوب إنك أنت متأكد الفندق وحجز الطيران. تاني مستندات لازم تكون مترجمة بالإنجليزي بالعربي أو الإنجليزي أو الإسباني، والسفارة اللي تقدم لها شنغن فرنسية إيطالية. تقريبا هي كل السفارات مطلوبات واحد، إلا بتختلف في طريقة الحصول على الموعد. مثلا الفرنسية الموعد حقها تخش على السيستم بتعمل الابليكيشن بترسلهم تاني إيميل. الألمانية برضو ما بالإيميل، عندهم بتخش على الويب سايت حق ألمانيا تقدر تاخد. هنشرح كل كيف تاخد موعد دي في فيديو تاني. طيب إسبانيا بعد ما عملت حجز موعد مليت الابليكيشن نيجي للأوراق بتاعت العمل، سواء أنت موظف أو أنت مثلا عندك عملك الخاص بك. إذا أنت موظف طبعا هتاخد شهادة بتاعت راتب من الشركة أو مكان أنت شغال، وتاخد هذا مثلا إفادة بإجازة. أما إذا أنت عندك عملك الخاص فقدر مثلا تاجر عندك محلات تجارية، فيكون معك السجل التجاري، معك الرخصة التجارية، طبعا كلهم بالترجمة الإنجليزي. أضمن الإنجليزي، كل السفارات بدها تشتغل بالإنجليزي. طيب نيجي لأهم نقطة واللي هي بترفض فوقها معظم الناس يعني، اللي هي الخطة السياحية. كثير من الناس ما بيعمل خطة سياحية، واللي بيعمل نظام صفحة واحدة كده فوقها 3-4 أسطور، إنه ده مثلا ماشي من الخرطوم، قدمت من السعودية ماشي إسبانيا، بنزل في مثلا مدريد الهوتيل فلاني، برجع يوم كده. لا، لازم تفاصيل المملة. يعني انت حتغلع من الخرطوم الساعة كده عندك ترانزيت مثلا في الدولة الفلانية، حتصل اسبانيا ودولة الشنغن ساعة كده. التشيك ان في الفندق ساعة، التشيك اوت اذا ماشي مدينة تانية، انه انا حاجز اقعد يومين هنا ويومين في مدينة تانية. كل شيء بالتفصيل الممل. ودائما في إذا تقدم لفيزا شنغن تعمل خطة سياحية، وجدت الفنادق وجدت الطيران ما تعمل لمدينة واحدة، تعمل لكم مدينة يعني دراسة أنت ماشي إسبانيا اعمل مدريد برشلونة مدريد إشبيلية مدريد فالنسيا مدريد برشلونة فالنسيا، 3 مدن عادي. في كل مدينة لازم تعمل حجز بتاع فندق، ولازم يكون متناسق. إنه أنا أقدر مثلا بصل مدريد يوم 1 ليوم 5، من يوم 5 ليوم 10 ماشي برشلونة،
لازم الفندق من هنا من 1 ل5 وفي برشلونة من 5 ل10 يكون متناسق، ولازم الحجوزات هذه تضمنها في الخطة السياحية. الخطة السياحية تعمل لك كيف باحترافية. أنا حنزل لكم فيديو في موقع كده، يعني موقع محترف بيغنيك بيديك خطة احترافية بس بيديك لمساتك البسيطة وحتضيف عليه حجوزاتك بتاعت الطيران بتاعت فنادق. طيب في نقطتين مهمات. أكيد قدمت فيزا، قدم مالتي، فيزا مالتي، تقدم سنجل دخول واحد، قدم دخول متعدد. أقول لك ليه. طيب نفترض أنت القنصلة والسفير، أنت زول سائح وبتسافر كل مرة يعني، تمام؟ أكيد تقدم لفيزا. عندك أوبشنين، أوبشن بتاع إنك تاخد فيزا متعددة فيما بعد تقدر تدخل الاتحاد الأوروبي بدون ما تاني تقدم لفيزا بدون معاناة الأولى دي. عندك أوبشن بتاع إنك تقدم دخول مرة واحدة. فكسائح أفضل لي إن أنا أقدم لفيزا متعددة على أساس إن أنا مثلا بسافر طوالي. أما تسعد تقدم فيزا دخول واحد شوية صعبة، فقدم مالتي متعددة. وبالنسبة لو متزوج دي نقطة حلوة، تقوم تقدم لزوجتك معاك وعندك أطفال مثلا ما تقدم للأطفال، تقدم أنت وزوجتك تقدم لها معاك على أساس إنه أنتوا ماشيين تعملوا شهر عسل، مش تقدروا رحلة كده حتيجوا راجعين للأطفال كده. أنت حتاخد فيزا إن شاء الله 100%. وفي أي حاجة تبغوها في التعليق وأنا حرد لكم إن شاء الله. وما ننسى يا جماعة الدعم للقناة. ننزل لسه فيديوهات عن كتير من الفيز، هو ممكن تختاروا علينا نتكلم لكم عن أي فيزا أو عن إجراءات أي دولة. وبالنسبة للفيزا من الخليج شينجن هننزل على فيديو تاني. دعم للقناة، سبسكرايب ولايك، نعمل شير للفيديو. سلام عليكم.